ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ خلصنا من حيره الجوله السادسه هنعمل فيها ايه ونجيب مين معانا في الوايلد كارد عشان ندخل في حيره الجوله السابعه. احنا هنجيب مين معانا في تشكيلتنا الجوله دي، خصوصا لما يبقى عندك فرقه زي فرقه ارسنال عندها ماتش سهل الجوله ديت قدام ساوثهامبتون. هل ممكن ارتيتا يفاجئنا بروتيشن من الروتيشنات اللي بيعملها؟ والسؤال الاهم، انت لو معاك واحد زي ساكا في تشكيلتك تروح تبيعه بعد ما عملش حاجه الجوله اللي فاتت؟ انت قاعد تتفرج وشايف على الناحيه الثانيه واحد زي كول بالمر راح جاب سوبر هاتريك في جوله واحده، او حتى محمد صلاح اللي قدر يجيب 10 نقط قدام وولفرهامبتون. سيبك من كده، حتى اولي واتكنز من فرقه استون فيلا الراجل ما بلانكش لغايه دلوقتي من ساعه ما بدا اساس. راجل الجوله الجايه عنده ماتش صعب قدام بايرن ميونخ، هنعمل فيه ايه؟ نجيبه معانا ولا لا؟ المشكله مش هنا، المشكله معانا روجرز ميرتو من فرقه استون فيلا. الراجل ده سليم ومعافى وهيلعب ولا لا؟ ولو لعب ماتش صعب زي ماتش بايرن ميونخ الراجل ده هيكون جاهز للماتش الجاي في الجوله الجايه ولا لا؟ وفوق كل ده وده الفرقه اللي محيرانا معاها لغايه دلوقتي بقياده طبعا مدربهم الاقرع جوارديولا. نجيب مين معانا تاني من السيتي غير هالاند في رن الماتشات اللي عندهم، خصوصا بعد ما شفنا تالق واحد زي جوارديولا على مستوى الدفاع وشفنا خيبه امل من ريكو لويس ولا فيل فودن اللي ممكن برضه نفكر نجيبه معانا في تشكيلتنا بعد ما تالق كبير في ماتشهم في الشامبيونز ليج. والحيره الاعظم عزيزي المشاهد، هل الإيرلينج هالاند ب 15 مليون يستحق يكون موجود في تشكيلتي في غياب كيفن دي بروين ورودري على مستوى خط الوسط؟ طبعا بالحاجات اللي انا قلتها لك دي كلها عزيزي المشاهد تخليك قاعد محتار قدام تشكيلتك ما انتش عارف تعمل فيها ايه. عايز تعرف هتعمل ايه؟ هقول، بس قبل ما اقول لك فوق وصحصح وركز معايا وكمل معايا الحلقه الاخيره ويلا بينا. اهلا بيكم يا جماعه مشاهدين متابعين قناه برنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم معاكم في حلقه جديده من حلقات برنامج فانس بريمير ليج وحلقه استعداداتنا وتوقعاتنا للجوله السابعه بناء على رغباتكم ونزولا لطلباتكم اللي كنتوا بتطلبوا فيها ان حلقه التوقعات تكون بدري شويه. وانت طبعا عزيزي المشاهد غالي عليا وانت عارف انا ما اقدرش اتاخر على طلبات، عشان كده قررنا من هنا ورايح ان دايما حلقه التوقعات بتاعتنا تكون اول حلقه عندنا استعداداتنا للجوله الجديده، بعديها تيجي حلقه النصايح، بعد كده تيجي حلقه اهم اللعيبه اللي لازم تكون في تشكيلتنا. انا لقيتها ترتيب منطقي بصراحه، حتى نخلي اهم اللعيبه دي تكون معانا في الاخر عشان ما نتفاجئش بحد يكون مصاب، حد يكون مثلا روتيشن، حد مش هيلعب، حد ما شاركش في التدريبات، الكلام ده كله ما بقاش قلت على اسمه وفي الاخر نكتشف انه مش بيلعب. لو انت عزيزي المشاهد موافق على ترتيب الحلقات بالمنظر ده من هنا وراح يكون بالمنظر ده، خش في التعليقات في الكومنتات تحت قول لي تمام يا بوب انت كده زي الفل. ولو فعلا انتوا كنتوا حابين الترتيب ده وخلاص نكملها بعد كده على طول بالمنظر ده. بس يا معلم قبل ما اقول اي حاجه طالما الفيديو ده وصلك مش كام دعم ليه اشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي هتلاقي زي ما محطات مكتوب لسه سبسكرايب دوس عليه تفعلوا جنب جرس التنبيهات برضه دوس عليه تفعلوا للكل عشان اول ما الحلقه جديده تجيلك على طول. ولايك وشير يا باشا المدين بتاعك ما تنسوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر توصل لاكبر متابعين. طب كده ما تنساش الفيديو مش محتاج افكرك فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجودين في كل حته، خش اشترك معانا واعمل لكم في الاكونتات ديت عشان دايما تبقى متابعني كل جديد بجديد. والدوري بتاعنا دوري قوي تقطيع وليس للضعفاء، لقلبك رايف مش مستحمل اي خوازيق. ما تشتركش معانا كود لينك اشتراك بتاع الدوري ده موجود في الديسكربشن في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو قد التحدي خش اشترك ووريني نفسك. طبعا زي ما حضرتك عارف عزيزي المشاهد ان الجوله ديت هتبدا يوم السبت الممتاز مفيش اي مشكله، والديدلاين بتاعنا هيكون اخره الساعه 1 ظهرا عزيزي المشاهد، لان اول ماتشاتنا في الجوله دي هيتلعب الساعه 2:30 ظهرا توقيت القاهره. والمباراه الاولى عندنا عزيزي المشاهد المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه ليفربول وكريستال بالاس. المباراه دي بتتلعب على ارض ووسط جماهير فرقه كريستال بالاس. تاريخ المواجهات اللي بيجمع بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير الى حد ما، وطبعا بيميل لصالح فرقه ليفربول. نقدر نقول ان اغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت. والحقيقه عزيزي المشاهد ان دايما المواجهات اللي بتجمع ما بين ليفربول وفرقه كريستال بالاس على ارض ووسط جماهير فرقه كريستال بالاس ما بتكونش سهله، وبالاخص كمان بعد ما جلاسنر مسك فرقه كريستال بالاس الموسم اللي فات، اللي طبعا في اول مواجهه ليه قدام فرقه ليفربول في الانفيلد قدر يكسبها، مش بس يكسبها وطلع برضه قدامها كلين شيت. ولكن طبعا دلوقتي عزيزي المشاهد الوضع اختلف، دلوقتي ليفربول ماسكها ارني سلوت، الراجل اللي ماشي لغايه دلوقتي بخطى ثابته وقدر يقود فرقه ليفربول بنجاح لغايه دلوقتي خلفا ليورجن كلوب. وطبعا الراجل داخل الجوله ديت مرتاح ومفيش اي مشكله، ما بيعانيش من اي اصابات او من اي غيابات. المشكله بقى هنا عزيزي المشاهد هو على الناحيه الثانيه فرقه كريستال بالاس اللي واضح جدا عليها المعاناه من ساعه الموسم ما بدا، وطبعا واضح قد ايه تاثير غياب اوليسيه بعد رحيله للبايرن ميونخ وبرضه رحيل اندرسون اللي راح لفرقه فولهام. مش كده
بس انت عندك حتى ماتيتا الراجل المهاجم بتاعهم لغايه دلوقتي ما رجعش لمستواه المعهود، وعندك عناصر جديده كتيره لغايه دلوقتي لسه ما انسجموش مع بعض. ولكن اللغز اللي اكبر من كل ده هو ابريتش ايزي عزيزي المشاهد، الراجل المختفي لغايه دلوقتي، الراجل اللي هو عباره عن ارقام واحصائيات لكن فعل ونقط لا. واضح قد ايه ان من بدايه الموسم لغايه دلوقتي بيعاني من سوء حظ غريب جدا. منظومه ارن سلوت عزيزي المشاهد الدفاعيه هقول لك عليها مش اعظم حاجه، لكن برضه بيقابلهم على الناحيه الثانيه منظومه هجوميه الكريستال بالاس مع جلازنر لغايه دلوقتي مش افضل حاجه. عشان كده مش هتفاجئ ان انا الاقي الماتش ده متقفل، ما فيهوش لعب كتير، ما فيهوش اهداف كتير، وان مباراه زي ديت ميتها على اقل تقدير على اقل تقدير تخلص صالح فرقه ليفربول بنتيجه مثلا 2-1. المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه الحلم، المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه ارسنال وفرقه ساوثهامبتون. المباراه دي هتتلعب على ارض ووسط جماهير فرقه ارسنال. في تاريخ المواجهات طبعا عزيزي المشاهد الى حد ما كبير شويه، وطبعا بيميل صالح فرقه ارسنال. والمفاجاه المدويه عزيزي المشاهد ان اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها كلين شيت. مش كده وبس، ده اخر 3 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين فرقه ارسنال لغايه دلوقتي ما عرفتش تكسبها. منهم مباراه كانت السنه اللي فاتت على ملعب ارسنال، وماتشين قبل كده في سنه 2022 في ملعب ساوثهامبتون. يعني انا بكلمك في حاجه قريبه مش بعيد. طبعا ساوثهامبتون زي ما حضرتك عارف عزيزي المشاهد على الله حكايته، فرقه في البلاله. يعني انا خايف اقول لك فرقه سته تاني في المدرسه اللي جنبنا بتلعب احسن منها. وطبعا احنا شايفين اليومين دلوقتي اخبار كبيره عن اقاله مدرب فرقه ساوثهامبتون، نقدر نقول مسيرته مع الفرقه على المحك. وفعلا الفرقه حرفيا بتعاني دفاعيا وهجوميا، والفرقه لغايه دلوقتي متزيله جدول الترتيب. مش هبالغ ان انا اقدر اقول لك بقلب جامد ان دي تعتبر من اول الفرق اللي هابطه الموسم الجاي. لكن بقى المشكله عزيزي المشاهد مش في ساوثهامبتون وقدرات ساوثهامبتون والكلام ده كله، المشكله عند الناحيه الثانيه عند ارتيتا في ملعب ارسنال. عزيزي المشاهد قلبي يحدثني خوفا ان احنا ممكن نشوف خوازيق في الجوله دي. طبعا لسه لاعب برضه على ارض وسط جماهيره ماتش صعب قدام باريس سان جيرمان، فطبعا يلاقي بقى ماتش زي ماتش ساوثهامبتون ماتش سهل بالنسبه له، يقول لك خلاص اما رايح بقى اللعيبه ويخزوقنا احنا بقى ونشوف روتيشن. طبعا حاجه زي كده انا ما اقدرش اكد لك ان هي فعلا ممكن تحصل، لكن كل شيء وارد عزيزي المشاهد، تكير خلي بالك. عشان كده انت لو لسه ما جبتش اي عناصر من فرقه ارسنال لغايه دلوقتي عشان الماتش ده، لا اصبر وانت لما نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا انا مش محتاج احرق كتير في ماتش زي ده، خصوصا ان فرقه ساوثهامبتون في تاريخها ده كله من ساعه النادي ده ما اتوجد لغايه دلوقتي ما عرفوش يكسبوا فرقه ارسنال على ارضها ووسط جماهيرها. واصلا كده كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده من فرقه ساوثهامبتون بالاداء المتواضع بتاعها، اكيد طبعا هتوقع ان شاء الله بنسبه كبيره فوز فرقه ارسنال. واعتقد ان الماتش ده ميته يخلص كده في حدود مثلا 3-1 4-1 لصالح فرقه ارسنال. يا دي النيله، هو ما فيش برضه كلين شيت الجوله دي. معلش عزيزي المشاهد انا مش عارف اقول لك ايه، انا خايف من الروتيشن. المباراه اللي عندنا بعد كده عزيزي المشاهد هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه وولفرهامبتون وفرقه برينفورد. تاريخ المواجهات اللي بيجمع بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن نقدر نقول ما حدش فيهم كعبه عالي على الثاني، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت. طبعا عزيزي المشاهد انا عايز اقول لك كده مفاجاه، بس امسك نفسك شويه لا تروح مني من كتر الاخبار والمفاجات اللي هقولها لك. ان في اخر 6 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين فرقه برينفورد ما عرفتش تكسب فرقه وولفرهامبتون غير مره واحده. لا وشوف الصدف، فرقه برينفورد ما بتعرفش تكسب فرقه وولفرهامبton وهي جت لعيبه على ارضها وسط جماهيرها. هي ممكن تكسبها هناك في ارض وولفرهامبton، لكن على ارضها برضه. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان حرفيا كل من الفرقتين بيعانوا الموسم ده. عندك فرقه برينفورد طبعا رحل عنها هدافها ومهاجمها الاساسي هو طبعا توني، والمهاجم الجديد اللي راحوا جابوه الراجل مصاب مش هيرجع غير في شهر 12. وحتى المهاجم المفروض اللي كان بديل بالنسبه لتوني والمهاجم الجديد ويزا الراجل برضه اتصاب وهيقعد حبه حلوين، فخلاص ما عادش حد مفتح في فرقه برينفورد غير بويمو. الراجل يعني هيقطع نفسه، الراجل خلاص متعود ومسيستم نفسه، في اول دقيقه من المباراه بيجيب جون وبيريح بعد كده. وطبعا خليني اقول لك برضه ان الحاله الدفاعيه بالنسبه لفرقه برينفورد مش اعظم حاجه، ولكن لاجل حظهم ان برضه على الناحيه الثانيه فرقه وولفرهامبتون بتعاني بشكل كبير. انت بتتكلم على فرقه لغايه دلوقتي في قاع الترتيب، فرقه لغايه دلوقتي ما جابتش ولا نقطه، فرقه هي كمان بتعاني من غيابات واصابات كتيره. طبعا كانت بدايتهم مع رحيل نيتو راح فرقه تشيلسي، ده غير هوانج الراجل اللي كان عايز يمشي برضه تراجع مستواه بشكل كبير ودلوقتي بقى قاعد على الدكه. وكلمه على مستوى طبعا الدفاع، الراجل اللي كان يعني نقدر نقول رمانه الميزان بتاع خط الدفاع الراجل راح فرقه ويست هام. حتى الحارس اللي كان فيه الرمق خوسيسها الراجل ما تفهمش جاله تخلف وما عادش بيعرف يصوب، الراجل برضه دلوقتي بقى على الدكه وبقى بيمسك مكانه الحارس دلوقتي مكانه جوهان ستون، الراجل اللي كان حارس فرقه كريستال بالاس. ويوم ما حبوا يحطوا الثقه حطوا الثقه في واحد زي موسكيرا على مستوى خط الدفاع علشان يظبطوا، الراجل اتصاب من جولتين فاتوا وجاله رباط صليبي. ولكن الحق يقال برضه عزيزي المشاهد لو هتقارن بين القدرات الهجوميه ما بين الفرقتين، لا القدرات الهجوميه عند وولفرهامبتون احسن بكتير من فرقه برينفورد. وعشان تعرف حجم المعاناه اللي بتعيشها فرقه برينفورد لغايه دلوقتي بقى لها 3 جولات ما كسبتش. عشان كده عزيزي المشاهد انا حاسس ان انا ممكن اشوف فرقه وولفرهامبتون بتكسب الجوله دي، واعتقد على اقل تقدير ممكن نشوف فرقه وولفرهامبتون بتكسب الماتش ده بنتيجه على الاقل 3-1. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه بيرموث وفرقه ليستر سيتي، بعد بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ليستر سيتي. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير قوي، ولكن بيميل شويه لصالح فرقه بيرموث. ولكن اقدر اقول لك عزيزي المشاهد
في مفاجاه مدويه ان فرقه بورموث بتعرف تكسب فرقه ليستر سيتي، ولكن لما بتلعب على ارضها وسط جماهيرها، لكن لما بتروح تلعب ليستر سيتي في ارضها وسط جماهير في الكينج باور ما بتعرفش تكسب. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفريقين عزيزي المشاهد ما بيكونش فيها اي كلين شيت. الحق يقال عزيزي المشاهد، وخلينا نقول ان بعد ما اراولا مسك فرقه بورموث بيعرف يلاعب فرقه ليستر سيتي، وان في المواجهتين اللي واجه فيها فرقه ليستر سيتي سواء على ارضه او سواء على ارض فرقه ليستر سيتي في الماتشين كسب. ولكن برضه خليني ازيدك من الشعر بيت ان حتى لما بيكسب فرقه ليستر سيتي فهو ما بيكسبهاش بسهوله، وحرفيا الماتشات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما بتكون مواجهات صعبه. طبعا ليستر سيتي واضح عليها المعاناه الموسم ده، وخصوصا تحت قياده ستيف كوبر. الراجل اغلبيه فرقه ليستر سيتي مش متفقه مع الاسلوب والتكتيك بتاعه. انت بتتكلم على فرقه لغايه دلوقتي ما كسبتش ولا ماتش في الدوري، وحرفيا اقاله ستيف كوبر قربت خلاص. على الناحيه الثانيه فرقه بورموث المفروض اللي كنا بنشوفها تعاني الموسم ده خصوصا بعد رحيل مهاجمها سولانكي، لا اراولا دلوقتي بقى بيعتمد على الاندفاع الهجومي والقوه الهجوميه لدرجه انه بقى من احسن الفرق او من اقوى الفرق بتسدد على المرمى. وفرقه بورموث لغايه دلوقتي مع المهاجم الجديد اللي جابوه كمان ايفن نيلسون نقدر نقول ان في تحسن كبير على المستوى الهجومي. طبعا شايفين واحد زي سيمينيو الراجل متالق لغايه دلوقتي. خليني اقول لك عزيزي المشاهد المواجهه دي حرفيا هتكون مواجهه صعبه مش سهله، ومش هتفاجئ لو شفت المباراه دي بتنتهي بالتعادل ما بين الفرقتين على اقل تقدير بنتيجه 2-2. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه فولهام وفرقه مانشستر سيتي، بعض بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. تاريخ المواجهات اللي بيجمع بين فرقتين عايزين المشاهد كبير الى حد ما، وطبعا بيميل باكتساح لصالح فرقه مانشستر سيتي. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين فرقه مانشستر سيتي بيعرف يكسب فرقه فولهام وبسكورات، ولكن للاسف بقى عزيزي المشاهد ان اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين مانشستر سيتي ما بيعرفش يطلع فيها كلين شيت. ده مش بس عشان غياب رودري، لا في وجود رودري وفي غياب رودري ما بيعرفوش يطلعوا كلين شيت اصلا، فما بالك بقى لو الراجل غايب لغايه نهايه الموسم بسبب الاصابه. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان اي مدرب بيواجه ماركو سيلفا فهو بيواجه مدرب رخم. الراجل بيعرف يتعامل مع الفرق وبيعرف يتعامل مع المدربين اللي قدامهم، والراجل متمرس في الدوري الانجليزي لغايه دلوقتي، والراجل احوال الفريق بقت احسن واحسن خصوصا بعد ما تالق طبعا راؤول خيمينيز ورجع لمستواه المعهود، وتعاقده طبعا مع سميث رو على مستوى خط الوسط. اقدر اقول لك الراجل مقدم اداء فوق الرائع. كمل بقى بالقطعه الناقصه اللي كان محتاجها على مستوى خط الدفاع مع اندرسون من فرقه كريستال بالاس، طبعا مع وجود حارس معاهم بامكانيات حلوه زي لينو. لا المباراه دي مش هتكون سهله ابدا على مانشستر سيتي رغم انها هتتلعب على ارض وسط جمهور فرقه مانشستر سيتي في الاتحاد. المشكله بقى مش عشان مثلا فرقه فولهام قويه وعظيمه وعندها امكانيات وعناصر رهيبه، لا عشان دماغ جوارديولا اللي متسلط على نفسه. الراجل بعد التشكيله العجيبه اللي نزل يلعب بيها فرقه نيوكاسل في ارضهم وسط جماهيرهم، انت دلوقتي بقيت قاعد قلقان، ما انتش ضامن الراجل ده بيفكر في ايه وهيلعب ازاي. صحيح كسب في ماتشهم في الشامبيونز ليج اللي نقدر نقول كان ماتش سهل، ولكن كان في لقطه غريبه جدا في الماتش بتاعه في الشامبيونز ليج عزيزي المشاهد. كان واضح على هالاند وهو بيتبدل وطالع ان الراجل كان متضايق. حتى جوارديولا لما اتسال في اللقاء الصحفي اللي بعد المباراه بيقولوا له هو هالاند متضايق منك؟ قال له يتضايق مني ليه؟ الراجل عارف ان انا بحبه وبعتمد عليه وما اقدرش اعيش من غيره. والاغرب بقى من كل ده لقطه اتذاعت لهم في التدريبات وهالاند بيزعق في زمايله ان هم ما بيأدوش بشكل كويس. انا بقى مش عارف قصه الدنيا بتاعت الفرقه دي ماشيه ازاي، وبصراحه بدات اتوغوش واقلق. عوده فودن تطمنا الى حد ما على مستوى الفرقه الفتره اللي جايه، ولكن برضه في غياب كيفن دي بروين لا الفرقه دي محتاجه كيفن دي بروين بشكل كبير. بص عزيزي المشاهد انا مش هحرق كتير في المباراه ديت برغم من ان هي بتتلعب في ملعب الاتحاد وفرقه رخمه زي فرقه فولهام والكلام ده كله، ولكن كل ده ما يمنعش ان انا هشوف مانشستر سيتي بتكسب. اعتقد ان المباراه دي على اقل تقدير تخلص صالح مانشستر سيتي بنتيجه مثلا 2-1 3-1 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه ويست هام وفرقه ابسويتش تاون، مباراه التعويض بالنسبه للوباتيج. المباراه دي هتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ويست هام عزيزي المشاهد. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين مش كبير، ولكن في مفاجاه ان ما حدش فيهم كعبه عالي على التاني، واغلب المواجهات اللي كانت بتجمع ما بين الفرقتين دايما كانت بتنتهي بالتعادل ما بيكونش فيها كلين شيت. ولكن خليني برضه اقول لك عزيزي المشاهد ان كل اللي قلته لك ده كان من التاريخ، يعني كان زمان وجبر، لكن للاسف عزيزي المشاهد مفيش اماره شايفها من لوباتيج لغايه دلوقتي. الفرقه حالها في النازل، ده كانت مع ديفيد مويز احسن من كده بكتير. الفرقه ما عادتش نافعه لا هجوميا ولا دفاعيا، وفوق كل ده وده لوباتيجي بيتخانق مع اللعيبه بتاعته. شفنا المشاهده اللي حصلت ما بين لوباتيجي وما بين قدوس، الراجل تقريبا اللي نقدر نقول بقى بيهاجم قدوس وبيعتبره انه لاعب اناني ما بيبصيش لزمايله في الملعب، لدرجه ان الراجل في الماتش اللي فات بدله ما بين الشوطين. الحقيقه عزيزي المشاهد انا خايف اقول لك بان مستوى الفرقتين اللي اتفرجت عليه لغايه دلوقتي واللي شفته منهم، خايف اقول لك ان فرقه ابسويتش تاون مستوى احسن بكتير من فرقه ويست هام، بالرغم طبعا ان كواليتي اللعيبه اعلى بكتير عند ويست هام، لكن مستوى تناغم الفرقه والمدرب معاهم والروح المعنويه اللي عند الفرقه احسن بكتير من ويست هام. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان مسيره لوباتيجي اصلا التدريبيه مش عظيمه. الراجل اللي في مسيرته مع ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي الموسم اللي قبل اللي فات كانت مسيره سيئه جدا وتمت اقالته في الاخر، ولولا ان فرقه ويست هام عندها لعيبه بامكانيات وكواليتي عاليه وقدرات فرديه تقدر تخلص الماتش لصالحهم، ما كنتش هتفاجئ ان انا اشوف ابسويتش تاون تكسب الماتش ده. ولكن خلينا عزيزي المشاهد نكون واقعيين ونتوقع ان شاء الله ان فرقه ويست هام تكسب المباراه ديت، واعتقد المباراه ديت ميتها تنتهي لصالح فرقه ويست هام بنتيجه مثلا 3-1 2-1 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا
بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه نيوكاسل وفرقه ايفرتون. بعد بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ايفرتون في تشوتسون بارك. تاريخ المواجهات اللي بين الفرقتين عايزين المشاهد كبير ومحدش فيهم كعبه عالي على التاني، وطبعا اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها كلين شيت. طبعا خليني اقول لك عايزين المشاهد ان فرقه نيوكاسل بعد ما مسكها ايدي هاو وعملوا تدعيمات كبيره على مستوى صفوف الفرقه، ان حرفيا فرقه نيوكاسل بقت بتقدر بسهوله تكسب فرقه ايفرتون. ولكن الحق يقال عزيزي المشاهد رحله نيوكاسل لارض ووسط جماهير فرقه ايفرتون ما بتكونش سهله ابدا. صحيح فرقه ايفرتون احنا شايفينها من بدايه الموسم لغايه دلوقتي بتعاني، ولكن نقدر نقول ان وصلنا لموضوع المعاناه ده لنهايه، خصوصا بعد عوده المصابين اللي كانوا على مستوى خط الدفاع اللي بسببهم شون دايش كان عنده صداع بسببهم، وان كل الماتشات اللي خسرها من بدايه الموسم لغايه دلوقتي ما كانش عنده خط دفاع مكتمل. بران سويت دلوقتي رجع، مايكولينكو دلوقتي موجود، فالمنظومه الدفاعيه الصلبه بتاعت شون دايش بقت موجوده. فرقه نيوكاسل هجوميا فظيعه وتقدر تهدف في اي فرقه بتقابلها، ولكن الكلام ده عزيزي المشاهد اما يبقى عندهم راس حربه، اما يبقى عندهم مهاجم يلعبوا بيه. صحيح جوردون هو دايما بيكون العلامه الفارقه اللي بتفرق بين الفرقتين دول في الماتشات اللي بتجمع ما بينهم، وان دايما جوردون بيبقى عنده القدره انه يكسب فرقه نيوكاسل قدام فرقه ايفرتون، ولكن ده لما ما بيكونش بيلعب في مركز المهاجم عزيزي المشاهد، ده لما يكون بيلعب كجناح شمال. وطبعا في ظل غياب ايزاك والمعلومات اللي ما احناش عارفينها لغايه دلوقتي هل ايزاك هيكون جاهز ولا لا، جوردون لو لعب في مركز الهجوم على مستوى فرقه نيوكاسل ما اعتقدش انه هيقدم نفس الاداء اللي بيقدمه قدام فرقه ايفرتون كل مره. في انباء وكلام كتير بيتكلم عن عوده طبعا كالم ويلسون للتدريبات، ولكن اكيد الراجل مش هينزل من الدار للنار، مش هنلاقيه بيلعب اساسي. صحيح شفنا مستوى رائع من فرقه نيوكاسل الجوله اللي فاتت قدام مانشستر سيتي، بس ده عشان مانشستر سيتي عزيزي المشاهد هو اللي كان سيء، لان المشاكل الحقيقيه اللي موجوده عند فرقه نيوكاسل لغايه دلوقتي لسه موجوده على مستوى عمق الملعب في الدفاع، اللي هتكون وما زالت وهتفضل موجوده بوجود دان بيرن في قلب الدفاع. مواجهه صعبه ومش هتكون سهله ابدا عزيزي المشاهد، خصوصا الموسم اللي فات ايدي هاو ما عرفش يكسب ابدا شون دايش، لا رايح ولا جاي. خلي بالك ده بايه؟ ده كان العناصر مكتمله والصفوف مكتمله ونيوكاسل كانت زي الفل. عشان كده عزيزي المشاهد مش هتفاجئ لو شفت المباراه دي هتنتهي بالتعادل ما بين الفريقين، على اقل تقدير مثلا بنتيجه 1-1 2-2 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين مانشستر يونايتد وفرقه استون فيلا، وطبعا المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه استون فيلا. تاريخ المواجهات طبعا اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير، وطبعا بيميل لصالح مانشستر يونايتد، ولكن ده كان زمان وجبر، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت. الحقيقه خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان اخر 3 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين الغلبه فيها كانت لمانشستر يونايتد، ولكن انا بقيت قلقان، انا قلقان بالمنظر اللي انا شايفه دلوقتي. صحيح في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين استون فيلا ما عرفتش تكسب مانشستر يونايتد غير مره واحده، ولكن بالمشاكل الموجوده في صفوف فرقه مانشستر يونايتد لا الواحد يقلق. طبعا الواحد كان هيقلق اكتر مع برونو فرنانديز والطرد بتاعه، ولكن الحمد لله والفضل لله وربنا ستر، وطبعا تم قبول الاعتراض بتاع مانشستر يونايتد وتم الغاء البطاقه الحمراء بتاعت برونو فرنانديز ورجع يلعب عادي جدا الماتش بتاع استون فيلا. ولكن دي المشكله عزيزي المشاهد، واضح كده في تراجع كبير في مستوى برونو الفتره الاخيره، ولكن هل ممكن تكون دي المباراه اللي هيصالح فيها برونو فرنانديز جماهير مانشستر يونايتد؟ طبعا الراجل طالته انتقادات وتصريحات كتيره من لعيبه قدامى ومن لاعبين سابقين على سوء الراجل ده ومستواه عامل ازاي، عشان كده مش هتفاجئ ان انا اشوف برونو فرنانديز بينزل الماتش ده يقطع نفسه وبيرد على كل الانتقادات اللي طالته. وطبعا لاجل حظ مانشستر يونايتد الحلو ان بيقابل استون فيلا وهي راجعه من ماتش صعب قدام بايرن ميونخ، وطبعا عايزين المشاهد ما ادراك بايرن ميونخ بهاري كين. صحيح الراجل كان مصاب لكن صوره في التدريبات بتقول انه راجع. هو اوناي امري مدرب عظيم ومش هيتيا وراجل خبره وفوكس يعني، لكن برضه ده بيقابل بايرن ميونخ بنجومه الكبيره. طيب بيقودهم كامباني، ولكن كامباني ده مين؟ ما هو تلميذ جوارديولا. انا اتمنى ان استون فيلا يجي منهك من ماتش زي ده ويجي معدوم العافيه مش شايف قدامه وبايرن ميونخ يكون رزعه 5 6 7 تجوان، خصوصا يعني ما شاء الله مستوى حراسه المرمى والدفاع الموسم ده مع استون فيلا يعني اللهم لا حسد يعني. ومش هتفاجئ ان انا اشوف مانشستر يونايتد بتكسب الجوله ديت قدام استون فيلا. ايوه انا بقولها من بمبري هذا ومتاكد مليون في الميه اليونايتد هيكسب استون فيلا في ارضه وسط جماهير. معانا على رهان على جنيه، معلش عايز المشاهد انا ما اثقش فيهم في اكتر من جنيه، يعني الماتش ده مثلا ممكن يكون ميته 2-1 3-2 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه تشيلسي وفرقه نوتنجهام فورست. طبعا المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه تشيلسي في ستانفورد بريدج. تاريخ المواجهات اللي بيجمع بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير، ولكن في مفاجاه مدويه ما حدش فيهم كعبه عالي على التاني. طبعا ده احنا كلامنا بعيد عن بالمر ابو سوبر هاتريك الجوله اللي فاتت. الراجل ممكن تلاقيه نازل رازع له هاتريك برده الجوله دي عادي جدا مفيش مشكله. اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد ما بيكونش فيها كلين شيت، ولكن اللي يقلق الواحد عزيزي المشاهد ان اخر 4 ماتشات جمعت ما بين الفرقتين فرقه تشيلسي كسبت نوتنجهام مره واحده بس، وحرفيا اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين كانت بتنتهي بالتعادل. طبعا نونو سانتوس مقدم مستوى مميز جدا مع نوتنجهام الموسم ده وخصوصا على الجانب الدفاعي، ولكن معلش اقف كده وستوب انت في حضره انزو ماريسكا، الراجل اللي حرفيا مع فرقه تشيلسي قلبهم 180 درجه. انت دلوقتي بقيت بتلاقي اقل ماتش تشيلسي بيخش يلعبه بيكسب فيه ب3 وب4 وبسكورات. منظومه هجوميه مرعبه من جانب فرقه تشيلسي. صحيح دفاعيا مش اعظم حاجه ولكن برضو ارقامهم بتتحسن، لكن هجوميا بقى مرعبين جدا. بتتكلم على خط هجومي فيه جاكسون ما علينا منه مالكش دعوه بيه، عندك مثلا بيدرو نيتو، سانشو، مدويكي، بالمر، نكونكو، جواو فيليكس،
كلها لعيبه تقيله. عشان كده اقدر اقول لك عزيزي المشاهد ان مهمه تشيلسي الجوله دي مش هتكون سهله ابدا، لكن اقدر اقول لك ان ده ما يمنعش ان هنشوف تشيلسي في الاخر بتكسب. واعتقد ان ماتش زي ده اعتقد ان ممكن اشوف فيه فرقه تشيلسي بتكسب مثلا بنتيجه 2-0 3-0 في الحدود دي. الا بقى لو هودسون اودوي قرر بقى يمسكوا الريفنج كده وياخدوا الريفنج ويقرر ينتقم من فرقه تشيلسي ونشوفه بيسجل في شباكها، لكن غير كده تشيلسي اكيد هتكسب الماتش ده. اما بقى اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه توتنهام وفرقه برايتون. دلوقتي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه برايتون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع بين الفرقتين عايزين المشاهد مش كبير ولكن بيميل لصالح فرقه توتنهام. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد ما بيكونش فيها كلين شيت وبيكون فيها اهداف كتير. طبعا عايزين المشاهد خليني اقول لك ان فرقه توتنهام تحت قياده انجي بوستوكوغلو لغايه دلوقتي من ساعه الموسم ما بدا لغايه دلوقتي مقدمين اداء هجومي مميز. نقدر نقول ان اتحسن بشكل كبير مع وجود سولانكي. نقدر نقول الراجل بدا يفهم الفرقه وبدا يحصل انسجام ما بينه وما بين بقيه اللعيبه، والراجل بنشوفه تقريبا الماتش الثاني او الثالث على التوالي بيساعد. صحيح منظومتهم الدفاعيه لغايه دلوقتي لسه بعافيه، ولكن هجوميا هم حرفيا مرعبين جدا. صعب يعانوا اليومين دول من غياب سون للاصابه. المشكله بقى مش هنا خالص، مش عند توتنهام، المشكله هي على الناحيه الثانيه عند فرقه برايتون. المدرب الجديد الشاب اللي معاهم لغايه دلوقتي واضح عليه المعاناه. الراجل اللي عنده افكار وخطط كويسه جدا بس لغايه دلوقتي مش لاقي لها مكان في الدوري الانجليزي. الراجل اللي كان حرفيا في بدايه الموسم مميز هجوميا، لكن مع اصابه مهاجمه البرازيلي المميز جواو بيدرو الدنيا بقت صعبه. وحرفيا الراجل ده من ساعه ما اتصاب فرقه برايتون مع المدرب الجديد بتعاني. اللي يزيد ويغطى بقى على كل الكلام ده موضوع غياب طبعا فان هيكي الجوله اللي فاتت للاصابه، وطبعا لعب مكانه ويبستر، والدنيا الدفاعيه برضه بقت زي الزفت. والسؤال اللي المفروض نساله عزيزي المشاهد في مباراه زي ديت مش مين هو اللي هيكسب التاني، لا، هل فرقه برايتون كل الغيابات والاصابات اللي بتعاني منها ممكن يلحقوا يلعبوا الجوله دي؟ يعني ممكن مثلا نلاقي واحد زي جواو بيدرو بيلحق ماتش زي ده وفان هيكي بيلحق يلعب في ماتش زي ده، ولا معاناه فرقه برايتون هتكمل مع الغيابات دي؟ لان لو فضلت معاناتها مكمله مع الغيابات والاصابات ديت اكيد بنسبه كبيره هشوف فرقه توتنهام بتكسب وباريحيه كمان. مش بعيد اشوف فرقه توتنهام بتكسب بسكور كمان. ولكن اقدر اقول لك عزيزي المشاهد ان في اغلب الاحيان مش هتفاجئ ان انا شفت توتنهام بتكسب الماتش ده، واعتقد ان على اقل تقدير ممكن اشوف فرقه توتنهام بتكسب بنتيجه 3-1 على اقل تقدير. طيب بكده فقره التوقعات بتاعتنا تكون خلصت. طبعا نشوف الفقره اللي عندنا بعد كده وهي فقره نكابتن مين. طبعا بما لا داعي مجال للشك عزيزي المشاهد ان واحد زي ايرلينج هالاند في ماتشه طبعا قدام على ارض وسط جماهيره قدام فرقه فولهام اكيد هو هيكون الاكثر كابتن. ما خلاص بقى خدت ريسك الجوله اللي فاتت ضده، المره دي ما تعرفش تعمله. راجل مسجل جون في الشامبيونز ليج، وراجل لعب واتضرب عادي مفيش مشكله، مش بيعاني من اي اصابه ولا حاجه، وراجل واضح انه جازز على اسنانه ومتضايق وواضح كده انه عايز يسجل اكتر واكتر، وجوارديولا كان بيطلعه بدري، فواضح كده ان هالاند هيبقى نازل الجوله دي جازز على اسنانه. واصلا هالاند كل لما بيقابل فرقه فولهام بيدوس على وشها، مش اقل من جونين واسيستين، جونين واسيست، راجل بيهدف فيهم بيفض الكابتن بتاعه فيه. فاكيد انا هكون فاقد للمنطقيه لو قلت لك كابتن حد تاني غير ايرلينج هالاند، ولكن في ناس لغايه دلوقتي معهاش ايرلينج هالاند، فنقدر نقول ان الاكثر كابتنه بالنسبه لهم او الافضل كابتنه بالنسبه لهم الجوله ديت اكيد هيكون ساكا من فرقه ارسنال قدام ساوثهامبتون. راجل بيلعب في نقطه ضعف واضحه جدا عند ساوثهامبتون، شفنا سيمينيو قدر يسجل منها. رايح ساكا عايش لدور الهيرو لغايه دلوقتي وبيساعد زمايله وبيحل مكان اوديجارد، لكن المفروض منطقيا ساكا ده نشوف منه حركه كده بيقطم وبيحطها في البعيد وبيجيب جول. لازم نشوفها في الماتش زي ده. ولكن انت واد بقى صايع ومقطع السمكه وديلها واخد حبيتين الشجاعه وواخد حبوب اللي تحت اللسان بتاعت الجلطات ومحدش قدك. فحرفيا في كابتنات ديفرنشال جدا ممكن تاخدها معاك الجوله دي. يعني فكره ان انت تكابتن مثلا زي واحد زي سولانكي قدام فرقه برايتون او واحد زي بالمر قدام فرقه نوتنجهام، برضه الكابتنات زي ديت تقدر تمشي. ولكن الحق يقال عزيزي المشاهد، انت لو عايز تعمل كابتنه ريسك ديفرنشال يعقبها الندم، فانا مش هفكر غير في اسمين اللي لو فكرت ان انا اكابتنهم اهو اكون مستبيع بقى وخلاص ومش باقي على الدنيا ومش باقي على حاجه ويانا اللعبه دي. ويا اما هكابتن كاي هافرز قدام فرقه ساوثهامبتون او كابتن واحد زي بوين قدام إبسويتش تاون. كل الاسماء اللي انا قلتها لك في الكابتنه دي عزيزي المشاهد بنسبه كبيره هنشوفها بتساهل، ولكن هو السؤال الاهم مين هيعمل اكتر من مين. وبس كده نكون وصلنا لحلقتنا النهارده عزيزي المشاهد. اتمنى الحلقه ما تكونش طولت مني واكون قدرت اساعدك وقدرت افيدك طبعا بتوقعاتنا ان شاء الله للماتشات، واتمنى ان انت تكون راضي عني بعد ما جبت لك حلقه التوقعات في الاول وخلينا حلقه النصائح اللي في الاخر. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وان شاء الله تكون جوله سعيده نشوف فيها نقط كتير واسهم خضراء كبيره ان شاء الله باذن الله، ونعوض اللي حصل لنا الجوله اللي فاتت. واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.